السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بحضراتكم. ازاي تعمل لنفسك صورة وانت موجود في أفخم وأشهر شارع من شوارع أمريكا؟ خليك معايا. بداية أنا هجيب لك صورة كده ليا. دي صورتي يا جماعة، دي صورة. طبعا الخلفية هنا بيضة، بس يا جماعة الشغل بتاع النهاردة ملوش علاقة بالخلفيات. يعني إيه؟ يعني لو في عندك صورة، أي صورة ليك يعني، وبأي خلفية، يعني مش شرط يكون خلفية بيضاء زي ما انت شايف كده قدامك، يعني أي خلفية يعني. المهم صورة وجهك يكون واضح فيها. المهم دي يا جماعة الصورة بتاعتي. وطبعا هنتعلم مع بعض ازاي تعمل لنفسك صورة وانت في أمريكا. دي يا جماعة صورة عادية خالص بتاعتي. أنا عملتها بالشكل ده. طبعا شارع من شوارع أمريكا ما شاء الله كده، والناس ورايا، وجنبي عربية كده وحاطط إيدي على العربية. طبعا يا جماعة دي مش حقيقة على فكرة دي ذكاء اصطناعي على فكرة، مش حقيقة. أنا عملت الصورة دي من الصورة اللي انتوا شفتوها في الأول، اللي هي الصورة دي، اللي هي الصورة دي يا جماعة. دي مش دي بس، في صور تانية عندك مثلا ايه. صورة زي كده، ايه رأيك فيها بقى؟ ها؟ يعني شارع ما شاء الله، شارع مميز فيه انوار جميله وحلوه. ها؟ ايه رايك بقى يا باشا بقى في الصوره اللي جايه دي برضو؟ ها؟ دي كلها متاخده على فكره من الصوره الاولى. وادي كمان صوره لابس البدله الحمراء كده ها؟ والاضاءه ما شاء الله. يا سلام يا جماعه، امريكا جميله قوي قوي يعني الواحد بيتمنى فعلا ان هو يروح امريكا بصراحه يعني. ادي صوره، وادي كمان صوره ما شاء الله على حلوه السلسله اللي انا لابسها دي، ما اعرفش جت ازاي، جت لوحدها كده يعني. ادي كمان يا جماعه صوره برضو في شارع من شوارع امريكا. تمام كده. وادي كمان صوره مباني فخمه ما شاء الله، يعني ربنا يوعدنا يا رب. وادي كمان طبعا دي الصوره بقى الحقيقيه بقى. تمام كده. دي الصوره الحقيقيه. وادي طبعا صورة طبعا شفتها قبل كده. وادي طبعا صوره تمام كده. ما شاء الله، يعني صور ما شاء الله جميله جدا جدا. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده متاخده من الصوره الاولى اللي احنا طبعا ايه شفناها ديت. تمام. متاخده من الصوره اللي قدامكم ديت يعني. اللي انا عملته ده انت ممكن تعمله عندك، وبأي صورة موجودة عندك، وأي خلفية. يعني ورا في خلفية وراك، بقولها تاني يا جماعة، مش شرط تكون خلفية بيضاء، بأي خلفية وراك يعني. وتعمل نفس الصور اللي انت شفتها قدامك. ازاي بقى؟ ازاي؟ ركز معايا. تمام. طبعا في موقع مشهور عند الجميع، طبعا كلنا طبعا عارفينه، يعني غني عن التعريف. موقع اسمه الجيميلين. معايا كده الموقع قدامكم يا جماعه اهو. وهسيب لكم رابط الموقع موجود في صندوق الوصف لو انت بتسمع الفيديو من اليوتيوب. تمام. بداية هستدعي الصورة الأصلية بتاعتي، بتكلم عن نفسي بقى، أو بتاعتك أنت لما تيجي تعمل اللي أنا هعمله دلوقتي ده. طبعا يا جماعة الموقع ده يا جماعة زميلين موجود على الموبايل وموجود على الكمبيوتر، يعني سواء لابتوب كمبيوتر أو الموبايل، طبعا له إيه؟ له تطبيق. المهم هاجي يا جماعة عند علامة الزائد اللي موجودة قدامكم ديت، واضغط عليها. تمام. ومن طبعا من المعرض الصور بقى اللي موجود، سواء كنت على التليفون او على اللابتوب او الكمبيوتر، يعني هتخش عند معرض الصور وتحمل الصورة الأصلية بتاعتك. مثلا دي مثلا الصورة الأصلية بتاعتي. يعني الصورة أهم حاجة يا جماعة إن وجهك يكون واضح. نص جسمك بقى مش مشكلة، جسمك كله، بس أهم حاجة الوجه يكون واضح كويس يعني. تمام. في بقى عندي برومت كويس، أو بنسميه وصف الصورة. بمعنى إيه؟ أنا عايز أقول له، بس طبعا هو طبعا الكاتب الإنجليزي، هو ممكن الكاتب العربي بس الإنجليزي أفضل يعني. المهم عايز أقول له إيه؟ حطني في شارع من شوارع أمريكا المشهورة، ويكون جنبي عربية وحاطط إيدي على العربية. تمام. والناس حواليا، والشارع يكون شارع من شوارع امريكا المشهوره. هكتب كل حاجه يا جماعه في الوصف دي، ولكن طبعا احنا قلنا ايه، العربي ماشي مفيش مشاكل، ولكن طبعا يفضل الانجليزي. طبعا هو دي يا جماعه الوصف اللي بقول لكم عليه، بس طبعا مكتوب بالانجليزي، اعملوا نص. وبرضه يا جماعه ما تخافوش،
الوصف ده يا جماعه هعمله لكم برضو وهنزله لكم في صندوق الوصف لو انت بتسمعني من اليوتيوب. يعني هنزل لك رابط الموقع وهكتب لك البرومبت تجيبوا كويس يا جماعه او الوصف ده، بحيث تاخده نسخ وتعمل لك صوره زي ما انت عايز. تعمل لك صوره زي ما انت عايز بنفس اللي انا هعمله كده بالظبط. المهم عملت نسخ يا جماعه، هعمل نسخ كمان اهو. هعمل يا جماعه نسخ اهو، نسخ تمام بالبونت كويس، بالبونت يا جماعه او الوصف ده. بعد كده هخش عند الموقع اللي فيه الصوره بتاعتي بعد كده، وهعمل طبعا ايه لصق. انا كده يا جماعه عملت ايه لصق الوصف اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي. الوصف اللي انا قلت لكم عليه ان انا اكون موجود في شارع من شوارع امريكا، ومش اي شارع، لا شارع مشهور من شوارع امريكا، ويكون حواليا الناس وجنبي عربيه ملكي، وحاطط ايدي على العربيه، وايدي التانيه فيها تليفون محمول. هو ده يا جماعه الوصف اللي انا كاتبه اللي موجود قدامكم بالانجليزي دلوقتي. وزي ما قلت لكم انا هنزله لكم في صندوق الوصف، بحيث تاخد نفس الوصف اللي هو الانجليزي اللي موجود قدامك وتنزل صورتك، هتلاقي نفس الصور اللي انا او اللي هتظهر قدامك دلوقتي. المهم يا جماعه بعد كده اضغط على طبعا ايه انتر بقى لو من لوحه مفاتيح لو انت على الكمبيوتر تمام كده. طبعا زي ما انت شايف الموقع كده قدامك بيبدأ يكون الصورة اللي مطلوبة حسب الوصف اللي أنا قلته لك دلوقتي تمام. ونشوف مع بعض يا جماعة الموقع هيجيب لنا إيه، والمفاجأة اللي هو جايبها لنا هتكون إزاي. يا جماعة شايفين يا سبحان الله. شوفوا يا جماعة الصورة الأصلية كانت عاملة إزاي والصورة دي عاملة إزاي. أنا واقف أهو شارع من شوارع أمريكا المشهورة، وحاطط إيدي على عربية بتاعتي أو عربية أو خلاص يعني قصيرة، وطبعا الناس حواليا بيبصوا لي معجبين بيا طبعا ما شاء الله، يعني لابس بدله وجرافطه. وعلى فكره يا جماعه انا كاتب في الوصف لابس بدله وجرافطه، وفي ايدي التانيه فيها تليفون محمول، ماسكه تليفون محمول، وايد تانيه على العربيه بتاعتي. الوصف اللي مكتوب بالانجليزي اللي انت شفته دلوقتي تمام. يعني كل اللي انت شايفه قدامك انا كاتبه في الوصف اللي موجود في الانجليزي، فانت ممكن تعمل نسخ وتحطه زي ما انت عايز يعني. المهم انا بقى عايز اعمل صوره تانية، اعمل صوره تانية وثالثه والكلام ده كله عادي مفيش مشاكل. ممكن اكتب يا جماعه بالعربي اقول برضو مطلوب مطلوب صوره اخرى بنفس الوصف ولكن مع اختلاف لا بس ما بص نمسح ده يا جماعه بس ما تعملناش مشكله. مطلوب صوره اخرى بنفس الوصف تمام. واضغط على انتر من لوحه المفاتيح، هيكون لي برضو صوره تانية بنفس الوصف اللي احنا قلناه واللي احنا حكينا عليه. نشوف بقى الموقع هيجيب لي الصوره عامله ازاي وننتظر المفاجاه. تمام ادي يا جماعه الصوره اهي، ونشوف الصوره التانية كانت عامله ازاي. تحس هما في يعني في تشابه بينهم وفي فرق بسيط تمام كده ماشي. ابقى انا هقول هنا معايا مطلوب صورة أخرى مع اختلاف في الشارع. وادي يا جماعة عملنا انت من لوحة المفاتيح وهنشوف صورة تانية.
طبعا هيجيب لنا برضو صورة تانية، شارع من شوارع أمريكا. عايزين بقى شارع تاني غير الشارع اللي احنا ايه، أو الشارع اللي احنا شفناه، عايزين شارع تاني. ونشوف المفاجأة يا جماعة، ظهرت صورة تانية. ايه رأيكم مع اختلاف الشارع؟ ايه رأيكم في الصورة؟ ما شاء الله، يعني صورة، يعني شوف صورة مختلفة. يعني شوف الصورة يا جماعة اللي قبلها، ادي يا جماعه الصوره اللي قبلها، تمام. واحنا قلنا مع اختلاف في الشارع، ادي يا جماعه صوره اهي، تمام كده. طيب نكتب برضو كمان يعني نفس الايه، الجمله اللي احنا قلناها الاخيره. مطلوب صوره اخرى مع اختلاف في الشارع، ويكون من شوارع أمريكا المشهورة، تمام كده. ونشوف هيجيب لنا ايه. خليك معايا، هو كده بيحمل الصورة المطلوبة. خد بالك هو واخد نفس الوصف اللي احنا كتبناه في الأول، وطبعا مع الاحتفاظ بالوصف اللي احنا قلناه في الأول، تمام كده. ونفس الكلام موجود زي ما هو، تمام ما شاء الله. بص يا جماعة، هو كده اهو غير وجاب لنا شارع آخر من شوارع أمريكا، تمام كده. من شوارع، ادي شارع يا جماعة مشهور من شوارع أمريكا. قبل وانا قلت مثلا هنا في الوصف قم 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 بتغيير بدلة لتصبح بدلة مثلا ايه، خليها سمراء، بدلة سمراء، وجرافطة حمراء، ويضع يده على السيارة مع تغيير الشارع. يعني نغير البدلة وتصبح جرافطة سمراء، وتصبح البدلة سمراء والجرافطة حمراء، ونغير ايه الشارع. وخد بالك برضو واخد نفس الوصف برضو اللي احنا قلناه في الأول خالص، تمام. وزي ما قلت لك هسيب لك صندوق الوصف، هسيب لك وصف الصورة في صندوق الوصف لو انت بتسمع من اليوتيوب، تمام. ادي يا جماعه شوف عملت ايه بقى. انا كده ايه، غير كده البدله، بدل البدله الزرقاء بدله ايه سمراء، وجرافاتة طبعا ايه حمراء، والعربيه طبعا ايه جنبي، تمام. هنشوف الشارع ده والشارع اللي قبله معايا. ادي الشارع اللي كان ايه، الشارع اللي كان قبله، وادي شارع اخر، تمام كده، تمام. يعني بنكتب بقى اللي احنا عايزينه بعد كده، يعني بنكتب كل اللي احنا ايه عايزينه. دي كلها شارع من شوارع ايه امريكا، تمام. لو قلت هنا ايه، مطلوب صورة أخرى لنفس الشخص مع كده، بجانبه فتاة جميلة مع تغيير الشارع، تمام. يعني بقى الجديد جنبك ايه فتاة جميلة، وطبعا مع تغيير ايه الشارع. برضو كده هيجيب لك صورة تانية برضو بنفس الوصف اللي احنا برضو قلناه في الأول، اوعى تنساه. ونفس الكلام الإنجليزي اللي احنا كنا ايه كتبناه قبل كده، بس دي بنسميها بقى إضافات، يعني بنسميها إضافة، تمام. هنشوف طبعا يا جماعة دي ذكاء اصطناعي، يعني الست دي مش ست حقيقية، دي تبع الذكاء الايه الاصطناعي، يعني عشان بس ما نشهرش بحد يعني.
ادي يا جماعه غير اسم الشارع، غير الشارع نفسه اساسا، يعني الشارع اساسا مختلف يا ما شاء الله على شوارع امريكا يعني شوارع امريكا ما شاء الله يعني ممتازه يعني، حتى بتقول لكم باي، يعني بتقول لكم باي باي يعني. ماشي. هو حاطط ايده في ايديها بقى وما شاء الله كده يعني. قلت انا يا جماعه بس عشان بس ما نشهرش بحد، دي صوره ذكاء اصطناعي بالنسبه للست اللي جنب الصوره يعني. تمام. وغير زي ما انت عايز يعني، غير اسم الشارع بقى زي ما انت عايز يعني، دي كل الشارع، الصوره الاخيره ودي الصوره اللي قبلها. تمام. وادي برضه صوره. وكل مره كده اقول ايه، مع تغيير مع تغيير الشارع يعني، قول مع تغيير الشارع الى شارع اخر من شوارع امريكا المشهوره، وهكذا يعني وهكذا. طبعا يا جماعه، الصور دي كلها طبعا انت ممكن تعملها باي صوره موجوده عندك، اهم حاجه يكون وجهك واضح يعني. تمام كده. طبعا الوصف الصوره اللي في الاول اللي مكتوب بالانجليزي هنزلها لكم طبعا في صندوق الوصف. تمام. بحيث تاخد نفس الوصف وايه وتعمل وتحطه في موقع جيميناي. تمام كده. طبعا اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتم من فيديو اليوم. زي ما قلت لك هحط لك في صندوق الوصف اللي احنا كتبناه، وهحط لك برضو رابط الموقع. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.